Meski setiap hari Yaman diserang oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, namun para pejuang Houthi masih bisa menyerang ke Israel. Dilaporkan rudal hipersonik Houthi Yaman berhasil menjebol pertahanan udara Iron Dome Israel pada Rabu, tanggal 23 April 2025. Media Israel melaporkan bahwa pemukim utara mendengar 20 ledakan di daerah tersebut, yang menunjukkan rudal tersebut kemungkinan menargetkan pangkalan udara Ramat David selatan Haifa. Sirine serangan udara berbunyi di wilayah Palestina yang diduduki di utara, membuat para pemukim bergegas ke tempat perlindungan. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan upaya untuk mencegah rudal yang diluncurkan dari Yaman pada Rabu pagi. Pengumuman IDF muncul setelah sirine serangan udara berbunyi di wilayah Palestina yang diduduki di utara, membuat para pemukim bergegas ke tempat perlindungan. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بحمد الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، وأحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة المستوطنين، حيث توجه أكثر من 1 مليون صهيوني إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا. إن شعب الإيمان والحكمة يخوض هذه المعركة مستعينا بالله عز وجل ومنفذا لأوامره وتوجيهاته ومعتمدا ومتوكلا عليه، لن يتراجع ولن يتخلى عن تنفيذ واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، وسيواصل بعون الله مسيرته الجهادية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 25 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 23 من أبريل 2025، صادر عن القوات. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.